تحية طيبة، السلام عليكم، صحة عيدكم. اتحاد العاصمة يلتحق بشباب بلوزداد في المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. أبناء سوسطار اليوم فازوا، حققوا الأهم، وكذلك تأهلوا لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكانوا الأجدر بالوصول إلى النصف النهائي في هذا المنافسة، لأنه الأقوى ولأنه عندهم شخصية ولأنهم عندهم هوية في القارة الإفريقية. اليوم اتحاد العاصمة نحسوا أنه يلعب بخبرة السنين، يلعب بالهوية تاعو، يلعب بالشخصية تاعو، يلعب من دون عناء كبير، خاصة أمام الفرق اللي ما عندهاش تقاليد كبيرة في هذه المنافسة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أو في أي منافسة إفريقية. اليوم أنا نشوف أنه اتحاد العاصمة من موسم لآخر راهي ولات عنده نضج في لعب هذه المنافسات، ولا يعرف كيفاش يسير المقابلات، خاصة المقابلات الصعبة، لأنه اليوم المواجهة تاع نادي مانياما الكونغولي ما كانت سهلة. نادي مانياما الكونغولي كان واحد من أحسن الفرق في هذه المنافسة. مانياما الكونغولي كان أحد أحسن الفرق من الجانب الدفاعي في هذه المنافسة، كان ثاني أحسن دفاع في دور المجموعات، كان عنده 3 أهداف استقبلها فقط، كان من أحسن الفرق اللي دارت مباريات كبيرة، كان عنده أصعب مجموعة ممكنة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم. كان عنده في مجموعته نادي عزام التنزاني اللي يعتبر ممتاز، كان عنده الوداد البيضاوي أيضا، فاز على هذين الفريقين على أرضية ميدانه. كان أسال العرق البارد لنادي الوداد البيضاوي هناك في الدار البيضاء، وكذلك لنادي عزام في تنزانيا. هذا الفريق ماشي سهل باش تربحه حتى في ميدانك، هذا الفريق ممكن انه يخلق لك صعوبات كبيره وما يخليكش تفوز باي مباراه كانت. هذا الفريق شفناه في الذهاب، رغم انه مباراه الذهاب ما تقدرش تحكم عليها، ما تقدرش تحللها، ما تقدرش تشوفها بطريقه عاديه، لانه الاجواء اللي كانت في هذاك اللقاء والمعطيات تاع هذاك اللقاء والظروف المناخيه تاع هذا اللقاء ما تخليكش انه تحلل المباراه ولا تشوف المباراه ولا تعرف مستوى المنافس ولا المستوى تاعك في هذا اللقاء، لأن الظروف ما كانتش تخلينا نشوف مباراة في كرة القدم. ذاك الفريق كان انهزم بهدفين لهدف واحد، نادي اتحاد العاصمة، وكانت تتأزمت وضعيته ربما لأنه راح يلعب في أرضية ميدانه أمام نادي عنده دفاع صلب، عنده دفاع يعرف كيفاش يدافع، عنده دفاع يعرف كيفاش يخرج بالكرة، عنده هجوم يستغل الفرص، يستغل الأخطاء، بإمكانه أنه يسجل لك، يزيد يأزم لك الوضعية. لهذا اليوم اتحاد العاصمة شابو، اليوم اتحاد العاصمة عرف يسير اللقاء، سجل أول أهداف اللقاء وسير اللقاء كما حب هو، من الجانب التكتيكي، من الجانب الذهني. اليوم من الجانب الذهني ما وليناش نخافوا على لاعبي اتحاد العاصمة، يلقاو صعوبة مع المنافسين صحيح، إلا أنه يعرفوا كيفاش يسيروا اللقاء. عدد كبير من لاعبي اتحاد العاصمة راهم لاعبين عدد من المنافسات الإفريقية في السنوات الأخيرة بشكل منتظم وبشكل متتالي. لهذا اليوم اللاعبين يعرفوا هذه المنافسة والمنافسة تعرفهم، حتى الفرق اللي راهي تواجه في اتحاد العاصمة لما تجي تلعب مع الاتحاد اليوم تعرف أنه راح تلعب مع بطل نسخة 2023، تعرف أنه راح تلعب مع نادي كان من الممكن أنه يتوج في نسخة 2024، تعرف أنه الموسم الماضي كان في ربع النهائي هذه المنافسة، تعرف أنه هذا الفريق المنافسة هذه وتعود عليها ودائما ما يلحق لنقاط بعيدة في هذه المنافسة، وبإمكانه في أي سنة من السنوات أو في أي نسخة أنه يفوز بها. اليوم راهو في الدور النصف النهائي، هذا بجدارة واستحقاق بالتأكيد، رغم أنه الوضعية كانت صعيبة لهذا الفريق، رغم أنه مر بفترة صعبة جدا من خلال إقالة ولا استقالة المدرب اللي كان على رأس العارضة الفنية عبد الحق بن شيخة، وبعدين مر بفترة فراغ في العارضة الفنية كان فيها حاج عدنان هو المدرب، واليوم عنده مدرب جديد اللي هو دياي المدرب السنغالي اللي عنده حنكة كبيرة ويعرف القارة الإفريقية ويعرف المنافسات الإفريقية، إلا أنه ما يعرفش الفريق اليوم مليح، ما يعرفش لاعبيه مليح، ما كانش عنده الوقت باش يحضر لهذه المنافسة مليح، ما كانش عنده الوقت باش يعرف لاعبيه مليح، ما كانش عنده الوقت باش يتعرف على المستوى الحقيقي للاعبين، خصوصا وأنه عنده ضغط المباريات، راهو يشارك في 3 منافسات، راهو ينافس على 3 جبهات، اليوم كأس الجمهورية، البطولة الوطنية لكرة القدم، وكذلك كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. اتحاد العاصمة هو النادي الوحيد رفقة الشباب بلوزداد اللي ما زالهم يقدروا ينافسوا على 3 جبهات، لأنه
مازالهم متأهلين للدور نصف النهائي في كأس الكونفدرالية وفي كأس الجمهورية، ومازال عندهم مباريات متأخرة في البطولة الوطنية بإمكانهم أنه يوصلوا لمقدمة الترتيب من خلال الفوز بهذه المباريات. لهذا الطاقم الفني ما كانتش المأمورية سهلة ليه باش يتعرف على اللاعبين ولا باش يحضر اللاعبين لمباريات صعبة في صورة مباراة مانيما اللي كانت مفخخة اليوم. في حال تسجيل أي هدف من قبل نادي مانياما في هذه المباراة بعد تسجيل نادي اتحاد العاصمة كان قادر يأزم الوضع ويغلق اللعب وما يخليكش تماركي، وهذا يخليك تقصى من دور ربع النهائي رغم أنه عندك فريق كان بإمكانك أنه توصل بعيد. الحمد لله اليوم اتحاد العاصمة واللاعبين تاعو والطاقم الفني وحتى الجماهير اليوم اللي كانت حاضرة بقوة ودعمت اللاعبين في هذا الموعد كالعادة. اليوم أنصار اتحاد العاصمة اللي دائما نشوفوهم حاضرين مع الفريق ودائما نشوفهم أنه يدعموا الفريق كما لازم خصوصا في كأس الكونفدرالية، واللي دائما هما طامعين أنه يزيدوا يفوزوا بهذه المنافسة لأنه ذاقوا الطعم تاعها، ذاقوا حلاوة التتويج بمنافسة إفريقية وراهم حابين يزيدوا يشوفوا هذا العام. وإن شاء الله حنا نتمنوا أنه النهائي يكون في الجزائر بين ناديين الجزائريين ذهابا وإيابا، ونتمتعوا بنهائي جزائري خالص بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة. اليوم فريق اتحاد العاصمة أنا علاش نتحيلوا اليوم، علاش نفرح كي نشوف فريق اتحاد العاصمة زاد وصل للدور النصف النهائي؟ لأنه راني نشوف أنه لاعبيه اعتادوا على هذه المنافسة، لاعبيه اعتادوا على ضغط هذه المنافسة رغم تأزم الوضعية، إلا أنه يعرفوا كيفاش يخرجوا من ضغط المباريات، يعرفوا كيفاش يسجلوا، يعرفوا كيفاش يحافظوا على النتيجة. اليوم رغم أنه هناك غيابات في التشكيلة إلا أنه رغم عدم استقرار التشكيله الاساسيه، لكن ما تحسش انه ماشي نفس التشكيله اللي راهي تلعب في البطوله الوطنيه هي اللي تلعب في كاس الكونفدراليه، لانه كاين لحمه، كاين روح المجموعه هي اللي راهي تلعب، كاين لاعبين اساسيين ركائز في الفريق راهم غايبين في صورة عزي وعباده اللي راهم يلعبوا اساسيين في البطوله الوطنيه واللي يعتبروا من احسن المدافعين في البطوله الوطنيه. اليوم ما كاش في كاس الكونفدراليه لانهم ما تاهلوش، لكن ما حسيناش انه كاين مشاكل دفاعيه ولا الفريق راهو يعاني من الجانب الدفاعي. لهذا اليوم تحيه للاعبين، تحية لكل عناصر فريق اتحاد العاصمة في هذا اللقاء اللي حقق الأهم، وصل دور النصف النهائي وراح يواجه في الدور النصف النهائي نادي أولمبيك أسفل اللي يعرفوا مليح وواجهوا في دور المجموعات، لأنه هذه المباريات صعبة. فريق اتحاد العاصمة يعرف أولمبيك أسفي وأولمبيك أسفي يعرف فريق اتحاد العاصمة أيضا، وخلق له صعوبات كبيرة بملعب 5 جويلية في مباراة الإياب في دور المجموعات. كانت المباراة الأخيرة للفريقين وكانت تتلعب على المرتبة الأولى وكانت انتهت بنتيجة تعادل سلبي، واتحاد العاصمة كان هو اللي احتل المرتبة الأولى من خلال هذاك التعادل لأنه فاز في مباراة الذهاب على هذا الفريق نادي أولمبيك أسفي اللي راه الحصان الأسود في هذه المنافسة. نادي أولمبيك أسفي في أول مشاركة له في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم، فتحقق تأهل لدور نصف النهائي على حساب نادي الوداد البيضاوي اللي عنده باع كبير في إفريقيا ويعرف هذا القارة الإفريقية ويعرف هذه المنافسة الإفريقية، إلا أنه أولمبيك أسفي تمكن من التأهل إلى الدور النصف النهائي بعد تعادلين في ميدانه 1-1 وفي أرضية ميدان الوداد البيضاوي في كازابلانكا بهدفين لهدفين. لهذا وجب الحذر من هذا الفريق. اليوم الفريق لازم يلعب شخصيته، لازم يلعب هويته، لازم يحذر من هذا الفرق، لازم يحذر من فرضيات هذا الفرق اللي تستغل أخطاء المدافعين. لازم الواحد ما يديرش اخطاء كبيره تقدر تكلفه غالي، ولازم ما يضيعش الفرص خلال الفتره القادمه اللي راح يحضر فيها فريق اتحاد العاصمه والطاقم الفني لهذه المنافسه. على الطاقم الفني العمل على الفعاليه الهجوميه اللي راهي ناقصه الفريق واللي راح ربما تكلفه غالي ان ضيع العديد من الفرص في المباريات المقبله. عندك مباريات لازم ما تتعبش اللاعبين، لازم تقوم بسياسه التدوير خصوصا في البطوله الوطنيه، لانه راك تنافس على 3 جبهات، هي البطوله والكاس وكاس الكونفدراليه. هذا لازم تعتمد فيه على سياسه التدوير باش تريح بعض اللاعبين، باش تخلي بعض اللاعبين يستعفوا، تخلي اللاعبين يحضروا بشكل جيد لمنافسة كأس الكونفدرالية وكذلك لكأس الجمهورية اللي راح تكون قبل مباراة كأس الكونفدرالية. ذهاب كأس الكونفدرالية راح يكون بين 11 إلى 13 من أبريل، ومباراة الإياب راح تكون من 18 إلى 19 20 أبريل المقبل، والمباراة الذهاب راح تكون في الجزائر عكس
ما حصل في دور المجموعات، لأنه مباراة الذهاب كانت في المغرب أمام أولمبيك أسفيو، والإياب كانت في الجزائر. هذه المرة راح يكون العكس، الذهاب راح يكون هنا في الجزائر في ملعب نيلسون مونديلا على ما أعتقد، لأنه ملعب 5 جويلية ما راحش يقدر يكون مؤهل، ولا ما راحش طاقة الاستيعاب تاعو تاع المدرجات ما راحش تكفي أنصار اتحاد العاصمة خلال هذا المباريات. لهذا ممكن جدا أنه ينتقل هذا اللقاء من ملعب 5 جويلية إلى ملعب نيلسون مونديلا، وبعدها يتنقل الفريق إلى المغرب لمواجهة أولمبيك أسفي. كما قلت، على فريق اتحاد العاصمة والإطار الفني التحضير الجيد لهذه اللقاءات، وجب تصحيح الأخطاء، وجب العمل على الفعالية الهجومية باش يكون هناك نتائج إن شاء الله تخلينا نفرحوا بهذا الفريق في المستقبل القريب، وتخلينا نفرحوا بنهائي جزائري خالص تكون فيه المنافسة الشريفة، ونشوفوا فيه البهجة وكذلك الفرجة في المدرجات، ونكونوا احنا سعداء لأنه المتوج راح يكون جزائري خالص. لهذا نتمنى التوفيق لفريق اتحاد العاصمة في هذه المنافسة الإفريقية، وكذلك لشباب بلوزداد، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وتكون النجمة جزائرية هذا الموسم. وانتم مشاهدينا ما تنساوش تعطيونا في التعليقات رايكم كيفاش شفتوا اداء اتحاد العاصمة، رغم انه انا ما نركزش على الاداء، لانه الفوز بالمباريات هو الاهم في هذه المنافسات وفي هذه الادوار. نعرفوا واش صرا في سنة 2023، شفنا الفريق كيفاش فاز بالمباريات، شفنا الفريق كيفاش جاب التأهل. هناك مباريات ما تحتاج انه تقدم اداء كبير، تحتاج فقط انه تكون انت الاقوى، تحتاج انه تكون انت اللي عندك الشخصيه، انت هو اللي تسيطر على اللقاء، انت هو اللي ما تخليش الخصم يسجل لك رغم انه تتحمل عبء المباراه. لهذا اليوم انا ما نتكلمش على الاداء، نتكلم على الاهم وهو التاهل الى الدور نصف النهائي، اللي كان اصعب مهمه ممكن امام نادي بحجم نادي مانياما الكونغولي، اللي ادى موسم بطولي هذا الموسم في المنافسه الافريقيه. كما قلت لكم، اعطونا رايكم في التعليقات كيفاش تشوفوا حظوظ فريق اتحاد العاصمه بالتتويج بهذا المنافسه وهذه النسخه من كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، وهل بامكاننا ان نشوفوا نهائي خالص بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمه، وراكم امنين بهذا الشيء لانه كلا الفريقين عندهم مستوى بامكانهم انه يوصلوا للدور النهائي. وهذا واش نتمناو احنا كمتابعين للكره الجزائريه وكاعلاميين وكجماهير جزائرية. وقبل النهاية مشاهدينا ما تنسوش الاشتراك في القناة، التعليق، اللايك، وكذلك الضغط على زر الإشعارات باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.